ليه البث الغير قانوني او illegal ستريمينج منتشر في كل حتة في العالم؟ وازاي الصناعات الترفيهية اللي اولهم كرة القدم بتتضرر من حاجة زي كده؟ وليه بطولات قارية ودولية الناس بتفضل تتفرج عليها على النت؟ وهل تقدر الحكومات والدول توقف البث المقرصن ده بشكل نهائي؟ ولو ما يقدروش فايه السبب؟ وايه تقدير حجم الخسائر المادية اللي بتقع على المؤسسات والأندية بسبب الفرجة عن طريق القرصنة؟ يلا نجاوب على الأسئلة دي. نفس كروي عميق ونبدأ الحلقة. البث الغير قانوني او الوصلات اللي بنشوف بيها الماتشات لسه بتمثل مشكله وخطر على صناعه كره القدم في العالم كله، ومفيش اي مؤشرات او اثباتات بتوضح ان الموضوع ده ممكن ينتهي قريب. في مقال اتنشر في 2023 عن موقع ذا اثليتيك اتكتب فيه ان حوالي اكتر من 17 مليون شخص اوروبي بتتراوح اعمارهم من 16 سنه ل 74 سنه اتفرجوا على ماتشات بطريقه غير قانونيه في 2021. هنا انا بكلمك على اوروبا، انا ما جيتش حتى عندنا في مصر ولا في وطن عربي ولا اي حاجه. شايف الاعداد كبيره ازاي؟ اكيد الشعبيه الكبيره لمشاهده الماتشات بطريقه غير قانونيه مش لغز كبير يعني. اكيد ناس كتير تقول لك اتفرج ببلاش على حاجه موجوده على النت اصلا، وده خلي بالكم مش في مجال كره القدم بس، ده في كل المجالات المشفره زي الافلام والمسلسلات، لكن كره القدم على راس القائمه. ولو قلت لك ان ارقام الناس اللي بتتفرج بالطريقه دي مش بس كبيره، لا دي في تزايد والسهم في الطالع، ما تستغربش، لان ببساطه في كذا سبب للكلام ده. ومن اكبر واهم اسباب الحدوته دي هو الافوره في انتشار عدد البلاتفورمز بشكل غير صحي. فتبص تلاقي انك عشان تجيب اي حاجه محتاج تشترك لها في حاجه، اصل المسلسل ده على نتفليكس، اصل الوثائقي ده على برايم، اصل الفيلم ده على شاهد، بس لا المسلسل ده بقى نازل على واتشت، والكوره على البي ان، بس البطوله دي تحديدا على ابو ظبي، لكن الدوري ده وكاس السوبر ده فعلى السعوديه. ده ايه الشغلانه السودا دي؟ وبره نفس الحدوته، اصل الماتش ده على البي تي سبورت، اصل ده على السكاي، اصل ده على مش عارف ايه، شغلانه ما يعلم بيها الا ربنا. فيجي واحد يقول لك انا اشترك في الاي بي تي في يا باشا وما تصدعنيش وابقى عندي كل حاجه ستريمينج على النت. في 2019 اتحكم على واحد من ستوك بالسجن اكتر من 7 سنين، هو واتنين كمان، عشان كانوا بيعملوا كابلات ووصلات للكافيهات والبارات في جميع انحاء البلد، وبيبيعوا لهم اجهزه غير قانونيه كانت بتخليهم يتفرجوا على الماتشات من غير ما يدفعوا رسوم او اشتراك للجهات الرسميه، والكلام ده قعد لمده 10 سنين. فاكرين الدريم بوكس؟ هو ده، برافو عليك. خلال المحاكمة حسبوا الخسائر المادية اللي وقعت على شبكة سكاي والقنوات التانية اللي كانت متضررة من الموضوع ده، وحسبوا ان الخسائر كانت تقريبا ما يعادل 10 مليون جنيه استرليني ساعتها. بعدها بسنتين وفي 2021 اتقبض على صاحب شبكة تي في سولوشنز اللي كانت برضه بتتيح التشغيل الغير قانوني للدوري الانجليزي وماتشات تانية، واتحكم عليهم ب 16 شهر سجن. طب الكلام ده بره مصر، في مصر كمان حصل حاجه شبه كده. الحكومه المصريه اعلنت في اغسطس 22 انها عملت حمله للتعدي على حقوق الملكيه الفكريه، وقفلت حوالي 18 موقع عربي مقرهم القاهره، وكانوا كلهم بيقرصنوا قنوات بي ان سبورتس الرياضيه، وده بالتحديد قبل كاس العالم في قطر بكام يوم، عشان يوصل اجمالي المواقع اللي اتقفلت حوالي 27 موقع عربي خلال 5 سنين. وكان من اشهر المواقع دي يلا شوت وكوره لايف ومواقع تانية كتير، بيجي لها حوالي 5 مليون زياره يوميا على مدار سنتين، ارقام مخيفه. وبي ان سبورتس قبلها طلع بيان في شهر 6 من نفس السنه لما الحكومه المصريه قفلت 4 مواقع قرصنه وقبضت على اصحابها، وشكرت بي ان في بيان الحكومه المصريه انها وجبت معاها وحمت حقوقها. طبعا مش محتاج اني اقول لك ان قصاد المواقع اللي اتقفلت دي في عشرات الاضعاف كانت لسه شغاله ومولعه التنجيد. شايفك وانت بتتفرج على الحلقه دي على اليوتيوب، والتاب اللي جنبها على طول الويب سايت اللي بتتفرج عليه ستريمينج على ماتشات اوروبا وانجلترا والمحلي والدولي والافريقي افريقيا كمان. ومش انت بس وانت قاعد متكمر كده في البيت ومحدش حاسس بيك، ده في اللي الجبروت واخدهم وعن طريق وصله مش مظبوطه او ستريمينج من ويب سايت من اياهم يشغلوا الماتش في قهوه من دول ويتربحوا بقى كمان من الزباين اللي جايه تتفرج. طب يا جدع، طب على الاقل ادفع اشتراك، ده انت هتسترزق من وراه. انما لا، ومن هنا الرقابه والمصنفات برضو اللي بتلمحوا بتمرجحوا، لكن برضو هيلحقوا على مين ولا مين؟ لما اتعمل استطلاع في انجلترا للناس اللي بتتفرج بطريقه غير قانونيه، خصوصا وان الدوري الانجليزي مهري قرصنه في الفرجه، 60% من الاجابات كانوا بيقولوا ان سبب انهم بيعملوا كده هو غلاء اسعار الاشتراكات، خاصه ان هناك الدوري لوحده متقسم على يجي شركتين 3، يعني انت عايز تنفع 3 شركات عشان تشوف دوري واحد. وطبعا عشان الاستطلاعات والاحصاءات وتحديد الخسائر والداتا والارقام والكلام الشياكه ده كله بيبقى ادق وموجود بشكل واضح بره، فاحنا بنستشهد بمواقف من بره. لكن نيجي هنا بقى
واحنا بنشمر وداخلين على افريقيا الجميله بتاعتنا، ونربط بقى حدوتتنا باللي بيحصل بره. انت كمصري او عربي زيك زي اللي بيتفرج بره، انت كمان بتتفرج على الماتشات على مواقع او على IPTV. ايوه انت سامعني. اصل المصري هيقول لك اشترك ليه في باقه على BeIN Sports عشان اتفرج على ماتشات، بس في اجهزه مقرصنه تخليك تتفرج على كل حاجه. وبعدين بعد ما اخلص الماتش المدام تقوم زغداني كده كوع وقاعده مكاني على الكنبه عشان تتفرج ايه على المسلسل على الاشتراكيات. بعدين نقوم ننكشح احنا الاتنين ونفتح مش عارف ايه التالت عشان ندل عليك الكرتون اللي العيال بتحبه. فيا باشا يلا نستثمر في النت على قد ما نقدر واديني في المقرصن. ولو انت باشا وعايز تمشي حلال وصح وفي نفس الوقت عايز تدلع نفسك، فبرضه هتلاقي نفسك صدعت. يعني الاول تشترك زي ما قلنا في BeIN Sports عشان البطولات الاوروبيه والدوري الانجليزي وبعض البطولات الدوليه او القاريه. بعدين تهفك الشوق تشوف كريستيانو، يبقى لا اروح على السعوديه. طب وحشني ميسي، يبقى اطلع على AppleTV. طب يلا نتفرج على مسلسل، اصل ده على نتفليكس. طب عايز اشوف فلان، لا ده شاهد. طب رمضان جه، يبقى واتش. يجي بطوله قاريه زي افريقيا اللي داخله علينا برجلها اليمين دي، فيقول لك دي بفلوس زياده غير الاشتراك السنوي عشان نفتح لك القنوات الاكسترا اللي بتعرض البطوله دي. بعدين يجي لك صوت من جواك كده يوشوشك يقول لك يعني تشترك في الباقات الاكسترا عشان افريقيا وتخسر فلوسك، وفي الاخر مصطفى محمد واحمد حسن كوكا يخسرونا، فتبقى خسرت دنيتك واخرتك. ورغم كل التحديات دي، في برضه ملايين من الناس لا زالت بتراعي ضميرها في القصه دي وبتشترك قد ما تشترك، انما تتفرج قانوني وبطريقه صح. طبعا كل اللي انا قلته ده مش معناه ان ابو العز النزيه الشريف العفيف بيقول لك اتفرج بشكل غير قانوني غير لطيف. انا بس بوضح الاسباب والظروف اللي بتخلي المشاهدين حتى الانجليز والاجانب بيسيبوا الطرق القانونيه ويتفرجوا بطرق غير قانونيه. لكن انا لو عرفت انك بتعمل كده هبلغ عنك واخلي القانون ياخد مجراه. بس برضه هبلغ عنك لو عجبك الفيديو ما عملتش لايك وشير وسبسكرايب والحاجات اللي بتفرح الواحد دي. وما تنساش تقول لنا وجهة نظرك في الكومنتات، وتقول لنا هل شايف في يوم من الايام مشاهدة المباريات ممكن تكون متاحة للجميع، او ممكن تتجمع على بلاتفورم واحد للمصلحة العامة بارقام بسيطة ومبالغ تقدر تحمس الناس يشتركوا فيها، ولا هتفضل تقتصر مع اللي معاه فلوس بس وتزداد معها القرصنة يا صديقي؟ لو احنا على اليوتيوب يبقى السبسكرايب واللايك والشير في كل حتة والكومنتات ارجوك وحياة امك وابوك. وسواء كنت هتتفرج على منتخب مصر بشكل رسمي او شكل مقرصن، قول لي توقعاتك، هنجيب التامنة ولا هتفضل في احلامنا؟ سلام.